من اليوم الثامن تبتدي مرحلة جديدة للفراخ. في الفيديو ده هنعرف أقوى خلطة للتسمين. كمل الفيديو للآخر واحكم بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة اليوم الثامن من عمر الدورة بتاعتنا الجديدة. ندخل النهاردة على الخلطة الجديدة بتاعتنا بتاعت اليوم الثامن لزيادة الوزن. نبتدي من اليوم الثامن. الوضع النهاردة غير أي يوم جديد. كمل معانا الفيديو للآخر عشان تستفاد. في نص الفيديو كده هنحكي على اللي حصل معانا امبارح وعلى اللي غيرناه في المية، الأدوية اللي غيرناها في المية. كمل معانا الفيديو للآخر عشان تستفاد وما تفوتش لحظة من الفيديو. نبتدي أول حاجة بالبصل. معانا زي ما انتم شايفين بصلاية مبشورة، ونضيف عليها السمسم، معلقة سمسم، ونخش عليها بالكركم، معلقة برضو كبيرة من الكركم، ونص معلقة من القرنفل، وطبعا هنحط معانا العسل، معلقة كبيرة من العسل، ومعلقة زيها من الخل 5%، خل تركيز 5%. هنحط برضو معلقة وهنقلبهم كويس في بعض. دي كده خلطة اليوم الثامن معانا. ونقلب الخلطة مع بعض كده كويس كلها في بعضيها قبل ما نضيفها للحاجة بتاعتنا. نقلبها كده بإيدينا. طبعا يا جماعة امبارح كانت نفس الخلطة برضو، بس أنا كنت بنضف مع ظروف شغلي فمعرفتش أصور لكم. بس هو كل اللي عملناه امبارح الأدوية اللي كنا متكلمين عليها بتاعت اليوم السادس والسابع، شغلنا عليهم 12 ساعة و12 ساعة اليومين، ونضفنا الفرشة زي ما اتفقنا. شلت النشارة القديمة كلها وفرشت الجديد زي ما انتم شايفين. بس ونفس الخلطة دي اللي كانت معانا على العلف، يعني الأدوية هي بتاعت اليوم السادس هي بتاعت اليوم السابع، والخلطة هي دي برضو الخلطة اللي عملناها امبارح للحاجة بتاعتنا. بعد ما قلبناها كده كويس نعبي الخلطة بتاعتنا. بسم الله. نحط الخلطة كده قدام النيو. بسم الله. بس يا جماعة دي كده كانت الخلطة بتاعتنا دلوقتي. دي كده الخلطة اللي حطيناها في العلف النهاردة وامبارح. نخش بقى على المية. في المية حطينا منشط نمو 12 ساعة، وال 12 ساعة التانيين غسيل كلوي. الجو برضو من الصيدلية البيطري تبع التحصينات اللي بنحطها. يعني في المية 12 ساعة 1 سنتي على لتر المية منشط نمو، وال 12 ساعة التانيين غسيل كلوي 1 سنتي برضو على لتر المية 12 ساعة. ونرجع نعيد الكلام ده تاني بكرة. طيب ده كده بالنسبة للخلطات وبالنسبة للأدوية في المية. نرجع بقى تاني على الحرارة. الناس اللي كانت متابعانا آخر حاجة وصلنا لها، نزلنا امبارح درجة عن اللي احنا كنا واقفين عنده، والنهاردة هننزل درجة تاني. يبقى كده احنا بدأنا ب34 ونزلنا لحد 32 تدريجي، ورجعنا امبارح خليناها 31 والنهاردة خليناها 30. يعني من أول اليوم الثامن أنا هبتدي من الثامن وأنا طالع على 30. طبعا الناس اللي متابعانا من أول الدورة شافت الفيديوهات بتاعتنا وعارفة احنا ماشيين ازاي بالتدريج في الحرارة. والناس طبعا لو أول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتنا يا ريت تشتركوا معانا في القناة. تدخلوا على القناة تلاقي الفيديوهات كلها من أول الدورة، يا ريت تتابعوا وتتفرجوا عليها كلها وتتابعوا الخطوات بالظبط. والشفاط طبعا زي ما كنا سايبينه برضو كل 3 ساعات بيشتغل ربع ساعة زي ما هو. الحرارة زي ما هي نزلناها، الأدوية زي ما اتفقنا، الخلطة في العلف زي ما هي. وإن شاء الله النهاردة مع الفيديو دوت نزل لكم فيديو تاني مراجعة بالأدوية من أول الدورة، من بداية أول يوم لحد اليوم الأخير، عشان لو حد فايته حاجة يبقى يرجع للفيديو. إن شاء الله ينزل النهاردة مع الفيديو ده. هكتب لكم الأدوية كلها، هنتكلم عليها كلها واحدة واحدة من اليوم الأول لحد اليوم الأخير. هنحط قد إيه والأيام بالظبط والترتيب بتاعهم.
ويا ريت اللي من لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة عشان ما يفوتوش حاجة. بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة.